البداية النهاردة في مسلسلنا بتكون مع جين وهي بتقرر تروح مع خطيبها كافيه، لكن بنلاحظ من وشها إنها زعلانة وحزينة جدا، وأكيد كده في حاجة مضايقاها. لكنها طلعت مصدومة من خطيبها اللي قرر مرة واحدة من غير أي أسباب إنه يسيبها. وهم قاعدين بيكمل شرب القهوة بتاعته وبعدين بيقلع الدبلة وبيمشي خالص، وفضلت مستغربة كل حاجة بتحصل ومصدومة جدا ومش فاهمة ازاي قصة الحب العظيمة دي انتهت بالسهولة دي. بتقلع الدبلة بتاعتها هي كمان وبتحطها في الكوباية بتاعت القهوة وهي منهارة من العياط. وبعدين البنت اللي بتغسل الكوبايات في الكافيه شافت الدبلتين ولقيت حد دخل عليها وفضلت تضحك له. كل ده يوم الأربعاء الساعة 3:30، وركز أوي في التفاصيل دي وهقولك ليه بعدين. وطبعا للأسف جي مديرة لشركة مكياج واللي كان خطيبها ده معاها فيها بيجي في دماغها مليون سبب. طيب أنا وحشة، انا تخينة مثلا، وكل ما بتفتكر اللي هو عمله معاها بتزعل جدا جدا. طبعا تاني يوم شفنا نامي صاحبة الكافيه قاعدة مع صديق ليها اسمه طاي، وطاي طيب ومفيش منه اتنين. نامي بتفاجئ طاي انها هتبيع له الكافيه خالص، وطبعا هو بيتصدم، هو مفكر انه جاي ياخد باله بس من الكافيه لحد ما نامي بس ترجع من السفر، وهي بتصدمه انها ممكن تستقر هناك. طبعا لو ارتاحت هناك في المكان والحوار ده وراه سر اكيد هنعرفه مع بعض قدام. وبنلاقي طاي زعلان جدا جدا واتاريه اصلا بيحبها، بس فجأة بيبتسم لها عادي، وبيلاقي نامي مطلعة دبلتين كده وبيقول لنفسه هتتقدم لي دي ولا ايه. وبعدين بتقوله ان اكيد حد نساهم في المكان واكيد هيرجع يسأل عليهم فخليهم معاك. وعرفته كمان على موظف جاك بما انهم اشتغلوا مع بعض، وهي بتعرفهم على بعض. جاك بيقول لها شكله مش بيحب القهوة بس بيحبك انتي، وقالت له انا كمان بحبه وبتمنى ارجع في يوم من الايام ونكمل حياتنا سوا. وبيبان عليها انها حزينة جدا جدا وباين انها مخبية حاجة كبيرة كمان. واما جه الليل بنلاقي طاي بيتمشى في الحي القديم اللي كان عايش فيه، وقف عند بيت معين وقال يا ده لسه متغيرش. وهو واقف شاف بنت جميلة جت قدامه واتفاجئ انها جين صديقة طفولته، وكل واحد فيها فضل باصص للتاني وسرحان في ذكرياته اما كانوا مع بعض في الثانوي وضحكهم زمان سوا. من الصدمة بتتكعبل جين وهو بيحاول يلحقها تكعبل ووقع هو كمان، وجين ساعدته. وبعدين راحوا البيت عند البطلة وفضلوا يفتكروا ذكرياتهم دي كلها وهم قاعدين سوا. وبيشوف الكتاب اللي كانوا جايبه لجين هدية وفضلت محتفظة بيه. وفي نفس الوقت جه تليفون لطاي وملامح وشه اتغيرت، بيطلع يجري وجين بتجري وراه مش فاهمة حاجة لحد لما بيوصلوا الكافيه وبيلاقوا ان هو ولع والنار ماسكة في المطعم وكل حاجة اتدمرت والمطافي والناس ملمومة. وطبعا طاي من صدمته بيفضل يعيط على المطعم اللي اتدمر خلاص وما بقاش في حتة سليمة. بتاخده جين وبيروحوا محل عصير ليمون علشان يهدى، وطبعا فضل بيحكي بحزن قد ايه هو بيحب نامي وعارف مدى حبها للمكان ده، وكان كل حلمه يحافظ عليه لحد ما ترجع ويتجوزها ويحقق حلمه بقى. وجين حست بالحزن والندم وبتقول اكيد انا السبب، انا اتمنيت المكان ده يتحرق، او مش يتحرق بالظبط، انا اتمنيت المكان ده يختفي علشان خطيبي انفصلنا عن بعض فيه. قلت يا ريت لو يختفي بالذكريات الوحشه اللي فيه. وفعلا طلعت جين بركه وده اللي حصل. فاكر بقى لما قلت لك ان الاكس سابها في اليوم ده يوم الاربعاء الساعه 3:30؟ صاحبتنا جين بقى عندها اعتقاد ان هو سابها لان شكلها كان اكبر في السن ووحشه في الوقت ده من كل اسبوع. وده لأن في مقال كده بيقول إن كل الستات بيبانوا أكبر في السن يوم الأربعاء الساعة 3:30 بسبب إن الضغط بتاع الأسبوع كله بيظهر في الوقت ده. ومن هنا فضلت بطلتنا محبوسة في اليوم ده والساعة دي وفاكرة إن هو سابها علشان شكلها كان وحش، فبتقول هو أكيد لو سابني علشان شكلي كبير في السن اليوم واحد في الأسبوع إزاي كان هيكمل معايا باقي عمره وأنا عبقى عمالة أكبر في السن. بتضحك كده من التفكير وبتقول أنا متوقعتش إن يكون الشخص اللي يواسيها فعلا هو طاي. بيفضلوا يشربوا الليمون بالنعناع لحد لما بينسوا أحزانهم هما الاتنين. وتاني يوم الصبح بيفضل المنبه يرن جامد. جين بتصحى علشان تبدأ تجهز نفسها للشغل زي كل يوم. بتتفاجئ بطاي قدامها في صالة البيت عندها وهو محضر الفطار، وبتتصدم وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ يقول لها انت نسيتي ولا ايه وشكل عصير الليمون نساكي اللي حصل امبارح. قالت له ايه حصل امبارح؟ قال لها انت اللي طلبت مني ان احنا نعيش مع بعض علشان الكافيه بتاعي اتدمر. وأما افتكرت واطمنت قال لها يلا تعالي كلي بقى. وبعد ما كلت فضلت تتريق على الاكل كله وتقول له ده حادق حبه ده حلو حبه. وبعدين كل واحد بيروح لشغله خلاص. وبعد كام ساعه بيرجع طاي ومعاه شنطه هدومه كلها لبيت جين، وبيبدا ينظف وهو لابس هدوم شكلها مضحك وشبشب عليه دباديب. وبيلاقي بالصدفه بيشوف صورها هي والاكس متقطعه، وبيقول يا خساره النصيب، انت
ترتيبك سابك وانا حبيبتي سابتني. وبيكون متضايق. بيجي الليل وبترجع جين من شغلها بتلاقي ان انوار البيت كلها منورة. بتدخل فبتلاقي طاي لابس مريالة وبيعمل في البيت وبتتريق عليه وعلى الحاجات اللي هو لابسها زي المريالة مثلا والسلايبر اللي عليه دبدوب كمان. وبتقول له ايه اللي انت عامله ده؟ فبيقول لها انا عاوزكم معاكي هنا يبقى لازم تحترمي ذوقي في لبس المطبخ. جين بتتصدم وهي مش فاكرة اي حاجة قالت له شبه كده، ولا فاكرة انها وافقت اصلا انه يعيش معاها في نفس البيت. وبتقول له يا عم انا مستحيل اعيش معاك طبعا في نفس البيت. وبتفضل تجري وراه بمضرب حديد. وبعد جدال كتير قوي قوي وضرب في بعض اكتر من ساعات يقول لها ان هو هيساعدها ترجع لحبيبها تاني ومش هيسيبها الا وهم سوا لو سابته يقعد معاها في الاوضه الفاضيه، وده علشان فلوس الشقه يوفرها وبيصلح في الكافيه. فهي بيصعب عليها وبتوافق، وكمان علشان يرجعها لخطيبها. ومن هنا عزيزي المشاهد بدأت الخطة، وهي ان لو كل ستات الدنيا مراهقين في اليوم ده وشكلهم اكبر من سنهم هو هيخليها اجمل بنت في اليوم ده. فهي بتستغرب ان هو هيعمل كده ازاي، وبتوافق على الكلام اللي هيطلبه كله، وبتوافق خلاص انه يقعد معاها. وبتعدي الايام وبنيجي اليوم الاربع اخيرا، وبتيجي جين في الشركه وهي طالعه على السلم بتصادف ان الاكس نازل مع زميلتها في الشغل، وبتعرف بالصدفه ان هو عازم البنت على القهوه في حته بعيده، وكمان البجح بيعزم عليها تروح معاه تشرب قهوه. وطبعا لازم البطل يتدخل بينقذها وهو بيقرب منها قدامهم وبيقول لها في ودنها بدأنا مشروع الاربع وانها لازم تروح له على العنوان ده حالا. وهي بتفرح جدا وبتقول لهم انها لازم تمشي حالا علشان عندها ميعاد مهم قوي، وبتسيبهم وهم مصدومين ومش فاهمين حاجة. بتروح جين للمكان اللي طاي قال لها عليه، والمكان ده عبارة عن حقل كله ورود صفرة وأطفال معاهم بلالين عمالين يجروا ويضحكوا. طاي بيفاجئها وبيروح لحد عندها وبيدوها بوكيه معمول من الحلويات على شكل ورد. هي طبعا بتفرح جدا وكان باين على وشها الفرحة، وبرضه بيفضل يصورها وهي مبسوطة، وبيعرف انها لما بتبقى مبسوطة بيبقى شكلها اصغر في السن. ومن هنا تبدأ الخطة تنجح، وبعدها طيب يطلب منها تنزل صورها يوم الاربع الساعة 3:30 على السوشيال ميديا، وفعلا بتنزل صورها على الانستجرام علشان توريه قد ايه هي عايشة حياتها وعادي وكمان مبسوطة من غيري. وهو عمال يتفرج ويتحسر عليها وبيقول انا متضايق هنا وهي فرحانة هناك. وبعدها بتروح جين للشركة وبتبقى واقفة في الأسانسير مبسوطة مع البوكيه الجديد، وبيدخل الإكس وحبيبته اللي بتسألها إيه البوكيه الحلو ده حد اداهولك، وبتقصد تضايقهم جين وبتقول لهم وبتقوم واخدة وردة كده ومديها للبنت، وبتاخد واحدة كمان وبتديها للإكس ويقول لها لأ شكرا ماليش في الحلويات. وبينها وبين نفسها بتقول ما أكيد اللي خلاك سبتني يبقى مالكش فعلا في الحلويات خالص كمان. بنروح بقى للكافيه المحروق، وطيب بيحاول يصلحه ويلم الحاجات المحروقة وبيحاول يعني ينقذ ما يمكن إنقاذه. وبيتصدم اما بيلاقي العقد والدبل كانوا متشالين في درج النار ما جاتش جنبهم، وبيفرح جدا. وبتمر الايام لحد ما بنوصل يوم الاربع اللي بعده بقى، وبتبقى جين في الشغل وبيجي لها رسالة ان مشروع الاربع الساعة 3:30 بدأ من تاني، وبعت لها اللوكيشن وهي زي العبيطة بتجري على المكان. وبيفاجئها بكيكة وحلويات كتير قوي، وطي بيصورها صور جميلة قوي قوي وبينزلها على صفحتها على الانستجرام. وبيبدأ يشك ان جين ارتبطت. ومن هنا بقينا كل اربع الساعة 3:30 تيجي رسالة تطلع تجري، وابننا الطيب بيصورها ويخرجها ويجيب لها حاجات حلوة، وهي تنزل الصور على الانستجرام وهي مبسوطة. وبيقول لها من هنا ورايح لازم نعيش مبسوطين. والاكس طبعا مش مبسوط خالص، لانه نفس الوقت اللي هي فيه جميلة هو شايف كل الستات التانيين وحشين، وده وفقا لاسطورة يوم الاربع الساعة 3:30. بتروح جين الشركة وبتطلع على السطح وبتفكر في كل اللي طيب يعمله معاها وبتكون مبسوطة. والاكس بيقول لها انتي مقصرة في الشغل ولازم تركزي على المشروع الجديد، وبتقوله انها مش مقصرة في اي حاجة وبتحاول تبان قوية ومفيش حاجة مضايقاها. واما بيجي الليل بيلاقي انها قاعدة حزينة طبعا، وبتفتكر ازاي دعمته ووقفت جنبه وفي الاخر يخونها. ورجعت للبيت بعد حزن كبير، وابننا طيب يكون لابس توكة الشعر بتاعتها، وفضلوا يتخانقوا قدر يواسيها وينسيها أحزانها. وعدت الأيام وبيجي يوم التلات وهي بتجهز علشان تقدم العرض للمنتج الجديد، وبتفتكر إنها نسيت الورق في البيت. بتكلم طاي المنقذ بتاعها بتقوله الحقني أنا ناسية الورق في البيت، ونزلت بسرعة علشان تقابله وتاخد الورق، بس اتصدمت بالإكس وحبيبته واقفين في الأسانسير، وفضلوا يمسكوا إيد بعض وهي عاملة نفسها مش شايفاه بس شايفة كل حاجة في المراية. قلبها موجوع ومتضايقة. بيفضل يبص لجين وهي باصة في الأرض ومقهورة، بس بيفاجئها طاي وبيجي يقول لها حبيبتي أكيد نسيتي الورق بسبب إن إحنا شربنا امبارح. وفضلوا هي وطاي يضحكوا ويهزروا قدامه علشان بس يغيظوه، وفعلا اتغاظ جدا. وبالليل طاي وجين قاعدين بياكلوا، بيقول لها صعب قوي إنك تتعاملي إن الإكس وحبيبته معاكي في الشركة،
قالت له انا اتعودت خلاص، وحكيت له على المره اللي شافته بيخونها فيها وقد ايه وقتها كانت مقهوره وقاعده تعيط كتير، والدنيا مطرت عليها، وقالت له عدى عليا حاجات صعبه وصدمات كتير، كنت بعدي كل ده لوحدي. وهو فضل يتريق عليها وهي بتضحك، وكان قاصد يطلعها من اللي هي فيه. وبيطلع تاني يوم الاربع وبنلاقي جاك واقف بيضرب نفسه بالقلم علشان مش قادر يصدق ان هم صلحوه تاني وهيرجعوا يشتغلوا. وكالعادة بتروح رسالة لجين الاربع الساعة 3:30، وبتطلع تجري وبتكون فرحانة جدا جدا، وبتوصل في مكان قدامه طواحين هوا وقدامه جسر جميل. وبتروح جين وبتلاقي طاي جايب لها قهوة مخصوص، وبيفضل كالعادة يصورها. وبيجي الليل وبنلاقي الاكس مع حبيبته اللي بتشوف صور جين وبتوريها، وبتقول له اكيد جين كده مرتبطة بحد، وانها قرت في مقال ان الستات بتكبر في السن كل يوم اربع الساعة 3:30، علشان كده حبيبها بيهتم بيها في الوقت ده بالذات، وطبعا بيغير جدا. وبتعدي الايام وطاي مسافر علشان الشغل، وبيوعد جين انها ما تخافش وانه محضر لها مفاجأة للاربع اللي جاي. وكانت متضايقة جدا ومش هتعرف تعدي الأيام من غيره لأنه الوحيد الدايم في حياتها. بتعدي الأيام وجين حياتها ملهاش طعم من غير طاي. وبنوصل يوم الأربع وبتجيلها رسالة كل أسبوع، وبتفرح كالعادة وبتقول أخيرا، وبتلاقي رقم غريب باعت اللوكيشن، وبتقول ده طاي مسافر. فطلعت تجري، وأما وصلت لقيت الجبل كله زهور وأشجار، وقدامها كابلز كتير قوي وكل حاجة، وهي الوحيدة اللي لوحدها، وزعلت وقتها جدا، والجو ساقع قوي، ولقيت حد بيحط الجاكيت عليها. بنرجع ليوم الأربع الصبح، أما طاي يتفاجئ إن الجو عمال يمطر، وصاحب المحل بيقول له أكيد كل الرحلات اتلغت، لكنه بيصمم يمشي وكل الرحلات أكيد هتطلع في ميعادها. بنرجع بقى للحاضر، وطاي هو اللي بيحط الجاكيت عليها، وبيقول لها عمري ما كنت هسيبك، وهي بتفرح جدا جدا، وافتكرت إن الإكس اتقدم لها في المكان ده. وحكت لطاي وهو فضل يواسيها طبعا، ولقت كلب جميل وبتروح تلعب معاه. وطاي بيفكرها بالكلب اللي لقوه هم صغيرين سوا، لكن مات في حادثة وقضوا اليوم كله سوا. تاني يوم جاك بيكون واقف مع بنت جميلة جدا وعمال يقول لها انت حلوة قوي، وتفاجئ انها البنت اللي هتشتغل معاهم واسمها منى. وفرح جدا وجاب الليل وحكى لطاي لجين على جاك ومنى، وبيقول لها شكل فيه قصة حب جميلة. وقطع كلامهم رسالة وصلت لجين من الإكس، وهي زي الهبلة راحت تكلمه علشان قال إنه عايزها ضروري، لكن طاي بيحاول يمنعها جدا وهي اقتنعت. واما شافته في الشغل قالت له معلش شفت الرسالة بتاعتك متأخر، وكان باين عليه إنه متضايق. واما جاي يوم الأربعاء كان محل حيوانات أليفة، وصاحب المحل بيقول لها إن طاي قال له ادي الكلب ده للبنت اللي هتجيلك يوم الأربعاء الساعة 3:30. وجا طاي ولقاها مبسوطة، وراحوا البيت يحتفلوا واختاروا اسم للكلب. الإكس راح لجينو بيقول لها أنا جاي أطمن عليكي، وكان باين عليه الغيرة قوي، وبدأ يتضايق أكتر كمان لما قالت له إنهم مع بعض من وهم صغيرين قوي. وراحت تنام. وتاني يوم كان الافتتاح الجديد، وطاي كده حقق حلم من أحلامه وهو إنه يجدد المكان. وبيبدأ جاك يحس بالغيرة كل ما منا تكلم حد من الرجالة، ويروح هو يكلم البنات من كتر غيرته. وطاي بيفضل يضحك. وجين جابت صاحبتها من الشغل وراحت تطلب قهوة من عند طاي، وصحاب جين عكسوا طاي قدامها وقالوا إنه وسيم جدا جدا، واتصدموا ما عرفوا إنه هو وجين صحاب من الطفولة، وفضلوا يضحكوا سوا. وكانت معاها صاحبة الإكس اللي اتعرفت على طاي من يوم ما راح لجين في الشركة، مش راح أنقذها ومثل إنه حبيبها. ومن يوم البنت دي مراقباه في صمت لأنها بتغير من جين. وبتعدي الأيام وبتقرر البنت تجيب الإكس للمكان علشان تضايق بطلنا يعني. وراحت للإكس بتاع جين، والبنت اللي معاه دي قهوة بالغلط أصلا. وطاي راح يعتذر وقال إن الطلبات اتبدلت، وأخد الإكس حبيبته وخرجوا. أول ما خرجوا جرى جاك على طاي وقال له إنه ما شاف جين ساعة الافتتاح قعد يشبه عليها. واما شاف الاكس اتأكد ان دي البنت اللي سابها حبيبها يوم الاربع، وقلعت الدبل في المحل. وفي نفس اليوم بالليل بعد ما طيب يخلص الشغل لقى بنت ماسكه كيس اكل. اول ما شاف الكيس بيقف مصدوم اكنه افتكر حاجه مهمه، واستأذن من البنت وصور الكيس علشان يعرف عنوان المطعم ده. وتاني يوم الصبح كان الاربع اللي جين بتستناه كل اسبوع، وبيروح طاي وبياخد جين لمكان هي ما تعرفوش، وبيكون ماسك ايديها وبيجروا في شوارع قديمة، وبتسأله رايح فين، وبتفضل تضحك وتهزر معاه. وبيوديها مطعم بيعمل اكل حلو قوي، وكانوا بيحبوا زمان وهم عيال صغيرين، وقعدوا يفتكروا ذكرياتهم هناك. وانها اما كانت بتقع وتتعور كان بيحب يجيب لها اكل من هناك علشان تفرح. واكلوا سوا وكانت مبسوطة جدا جدا بالاكلة دي، وبتروح تنزل صورتها وبتكتب عليها ان كل الاوجاع بتتداوى. وراحوا البيت وهم مبسوطين. واول ما وصلوا
لقوا رعد وبرق والدنيا بتشتي، وجين خافت جدا على الكلب وقررت تنام في الصالة جنب الكلب. وطاي حكى الحدوتة لحد ما نامت، وراح الكافيه تاني يوم وبيلاقي 2 كابلز بيحتفلوا بعيد ميلاد، وسبحان الله بتجيله رسالة ان النهاردة عيد ميلاد جين. بيروح البيت وبيجيب تورته وشموع كتير وعصير رمان بدل الليمون، وبيفضل يجهز حاجات كتير قوي عقبال ما هي تيجي. وهي مروحة خلاص من الشركة هنلاقي ان حبيبة الاكس بتوقفها وبتتكلم معاها، وبيروحوا محل عصير الليمون، وبتقول لها انا عارفة ان انتي وهو كنتوا مخطوبين ودايما كنت بغير منك علشان انتي احسن مني، ومعرفش ليه كنتوا بتحاولوا تداروا الموضوع ده. وفضلت تعيط الاكس وبتقول لها انه سابها، وجين بتفضل تواسيها وبيفتكروا هما الاتنين احزانهم سوا. سابتها جين ومشيت لحد البيت، وقبل ما تدخل جالها رسالة من الإكس بيقول لها إنه عاوز يتكلم معاها، وبترفض وبتقول له وقت تاني لأنها كانت متضايقة. وهو بيكون أصلا واقف عند البيت وشايفها بس مش بيرضى يقول لها حاجة. وأما دخلت كان طاي نام خلاص، وطبعا اتضايقت وصحى وهي بتطفي الشموع وبتحكي له اللي حصل وإنها مبسوطة إن الإكس ساب حبيبته. وقال لها بس مش باين عليك انك مبسوطة. قالت له علشان حبيبته حست احساس وحش ومرت باللي انا مريت بيه وما كنتش اتمنى كده. وتاني يوم راحت الشركة وشافتها حبيبة الاكس وكانت متضايقة من حبيبها، وده لانه ساب جين الطيبة الجميلة وراح لها. في الاخر سابها هي كمان برضه. وطاي كان قاعد لوحده ودخل عليه الاكس بيقول له انا عايزك في موضوع، انا عايز ارجع لجين تاني، انت ايه علاقتك بيها؟ وقال له انهم سوا من وهم صغيرين وكان باين عليه قوي انه زعلان والاكس كان زعلان. طاي وافق يرجعهم لبعض علشان عارف ان جين لسه بتحبه، واتفق معاه ان يرجعهم لبعض واداله الخواتم اللي كانت معاه. وراحت جين تشتري هديه لطاي واشترت كوتشي جميل كان نفسه فيه، وراحت جابته وراحت على الشغل. وجت رساله يوم الاربع، وراحت جين على الجنينة وهي مبسوطة قوي قوي ومتحمسة. وجات لها مكالمة من طاي بيقول لها فيها ان كده مشروع الاربع نجح، وان ده كده هيكون اخر اربع بينهم، وبيقول لها انه بيتمنى السعادة ليها. واما راحت شافت الاكس بتاعها وقاعد يقنعها بقى قد ايه هو بيحبها، قام طلع الدبل ولبسها لجين تاني وقال لها انا عاوز اكمل معاكي عمري كله. وطاي راح بيت جين وبيفضي الاوضه بتاعته وبيلم كل حاجته وبيفتكر كل الذكريات اللي كانت بينهم. واما جه الليل راح طاي البيت ولقيت طاي لم كل حاجته وساب البيت. وراحت لطاي بتساله انت ليه مشيت وسبتني؟ قال لها انه كان قاعد معاها في البيت عشان يرجع لها حبيبها والموضوع خلص وخلاص. وفي الوقت ده بيشوف جين لابسه الدبله وحس انه متضايق، بس هي قالت له انها مبسوطه جدا، وقالت له انا مبسوطه على كل الوقت اللي قضيته معاك، وشكرته على كل حاجة عملها. وراح تاي يوصلها، واما وصلها عند البيت اتضايق ان حياتهم اتغيرت وانه خلاص مش عايش معاها، وبيمشي وهي روحت ومتضايقة. وتاني يوم راحت الشركة وبتتناقش عن المنتج الجديد، وبيجيلها فكرة حلوة قوي وبتقول لهم ايه رأيكم نسمي المنتج الاربع الساعة 3:30 ونربطه بفكرة المقال اللي بيتكلم عن حالة الست يوم الاربع انها بتكون وحشة ومش جميلة وكبيرة في السن، وان المنتج ده هيساعدها تكون احسن. فوافقوا على الفكرة وفعلا هينفذوها علشان هتعمل ارباح كتيرة. وجين راحت البيت ولقيت حاجات طاي هو اللي نسيها، وفضلت تضحك وافتكرت اما طاي كان بيلبسهم وكان مبسوط بيهم. واما الجرس رن فتحت فكرته طاي اتاريه مش طاي خالص، ده خطيبها ومستغرب كل الحاجات اللي عندها دي علشان هي مش بتحبها. وجين ما كانتش مرتاحة لوجود جين معاها في البيت. وجاب الليل وراح يركب الاتوبيس وجاله مكالمة وبيتكلم مع صاحبه بيقول له يلا نسهر سوا النهارده. وصاحبه بيقول له دي قاعدة وفيها بنات وقال له يلا بينا. طبعا احنا عارفين ان دي للكلب عمره ما هيتعدل، وما كانش يعرف خالص ان طاي وراه وبيسمعه اصلا. وطاي اتصدم اما عرف ان حبيب جين اللي لسه معداش كام ساعة وهم راجعين لبعض. نزل طاي من الاتوبيس وقعد يفكر يقول لها ولا لأ، وفي الاخر قرر يروح عندها علشان ياخد حاجته اللي نساها. ولما وصل طاي لقى جين مرمية على الارض وتعبانة وفضل جنبها علشان تبقى احسن. وفي الاخر قال لها انا كنت جاي اخد حاجتي، لكنه مشي اصلا من غير ما ياخد اي حاجة خالص. تاني يوم جين في المكتب بتبص على الساعة وعرفنا ان يوم الاربع الساعة 3:30، وفضلت تستنى اي مكالمة او اي حاجة من طاي لكن ما حصلتش، وكانت متضايقة جدا جدا. وفي اخر اليوم لما راح قال لجاك ومنى يروحوا لقاهم مشوا كل واحد فيهم لوحده. فسأل منى في ايه، قالت له انا عزمته يتعشى عندنا وبعد العشاء مشي على طول وانا زعلانة. فقال لها لازم تكوني صريحة معاه، عايزاه يفضل قوليله افضل. هو حس بالاحراج ومشي. وقتها افتكر نفسه ان كان لازم يكون صريح مع جين ويقول لها انه عاوز يفضل وما يمشيش. وقتها اتصل بيها وقال لها انا عايزك وهجيلك حالا. واتفاجئ ان نامي صاحبة المحل رجعت من تاني وقالت له انا ما كنتش مسافرة علشان حاجة، انا كنت بتعالج من ورم في المخ وكانت اصلا خايفة لا تموت
علشان كده رجعت وقررت أكمل حياتي معاك. كل ده وطاي واقف ومش عارف يقول ايه، بس هو خلاص بقى في قلبه مكان لشخص تاني. وعدت الأيام وجين بتطور من نفسها وبدأوا يعملوا عمليات الترويج للمنتج، وفعلا نجح بشكل رهيب. وجاي يوم الأربعاء الساعة 3:30 في نفس الوقت، وطاي بيخرج مع نامي وبيحاول يخرجها من تعبها وبيشتري ليها هدوم جديدة وبيقضوا وقت جميل سوا. في نفس الوقت ده خطيب جين بيخرج مع البنات وبيشرب كتير ومش مهتم أصلا بيها، لدرجة إن في يوم الكلب بتاع جين تعب جدا وفضلت ترن عليه ومش بيرد عليها، وكانت مضطرة ترن على طاي وكان مع نامي، وحست إن في حاجة متغيرة فيه، بس طلع يجري يلحق جين وبيروح لها العيادة البيطرية. وأول ما شافها قال لها ما تخافيش أنا جنبك. وأما وصلوا طاي نام على الكنبة في بيت جين. في الوقت ده خطيبها بيتصل بيها وبيكذب تاني وبيقول لها إنه كان في اجتماع علشان كده معرفش يرد عليها، وقالت له ولا يهمك. وصحى طاي كان بيطمن عليها هي والكلب. وتاني يوم قررت جين تاخد هدية طاي وتديها له، واتفاجئت انه ماشي مع نامي وهم داخلين اصلا الكافيه سوا. بتمشي من المكان قبل ما يشوفها وفضلت سرحانة في الشغل لحد ما جت موظفة بتفوقها وبتقول لها مالك مش على بعضك بقالك فترة، فوقي النهاردة، ده العرض التقديمي بتاع المنتج بتاعك اللي انتي السبب في نجاحه. ولقت طاي مع نامي هما بيقدموا القهوة والكيك في العرض، وشافها طاي وراحت سلمت عليه وعلى نامي وعرفهم على بعض. وقتها خطيب جين قرر يعزم طاي ونامي ويتعشوا سوا ويحتفلوا كلهم بنجاح المنتج الجديد بتاع الشركة، وكمان هو نفرح جين. وفضل يحب جين قدام طاي وبيقول ان هم خلاص هيتجوزوا قريب. ونامي بتفضل تقول لهم انها تتمنى طبعا انها تكون الحب بتاع طاي، وكل واحد عمال يمدح في التاني قدام التانيين، وكل واحد فضل يضايق في التاني حبة حلوين. وجين وطاي غيرانين على بعض اصلا، وجين زعلان انه مع بنت تانية غيرها، واكيد برضو طاي زعلان علشان هي خلاص بقت مع راجل تاني. وراحوا للبيت وخطيب جين عمال يقول لها ان طاي ونامي دول اكتر اتنين لايقين على بعض جدا جدا كمان، وعمال يحرق في دمها كتير وما نعرفش ليه. وفضلت اما روحت تفكر كتير وبتقول مادام هو سعيد مع البنت التانية مش مهم خلاص، وبلاش اقرب منه تاني. والمهم ان في نفس الوقت ده طاي بيفكر انه خلاص مادام هتتجوز وهتكون مبسوطة ده كفاية بالنسبة له. بيعدي يوم والتاني وجين في المكتب بيجيلها رسالة وبتروح على مكان معين وبيكون موجود لوكيشن الأربع الساعة 3:30. وجين مفكرة انه طاي وعلشان كده طبعا طلعت تجري. ولما وصلت الجنينة لقيت حد لابس دبدوب وماسك وبيشاور لها علشان تيجي. واما بيقلع القناع بتلاقي خطيبها وبتقول من جواها ايه القرف اللي انا فيه ده. وبياخدها خطيبها وبيروحوا يقعدوا سوا وبيفضل يتكلم معاها قد ايه هو بيحبها، وبيقدم ليها سلسلة هدية وبيقول لها انه عاوز يتجوزها، لكن هي دي اللحظة اللي احنا مستنيين انها تحصل. جين بترفض طبعا، ودي اول مرة اصلا تحصل، وتاخد خطوة في الموضوع ده وتديله الدبلة وبتقول له كل شيء اسمه نصيب. وبيقول لها ازاي اكيد في سبب، وبيقول لها هو طاي، وبتنكر وبتقول له لا انا اتاكدت بس من مشاعري لما لقيتك انت اللي لابس القناع ما كنتش مبسوطه، وانها المره دي هي اللي مش عايزه تكمل خلاص وعايزه تسيبه. يا فرج الله يا بنتي والله. وسابته ومشيت وبيصعب عليه نفسه طبعا، وحط دبلتين في بالونه وخلاها تطير. وبتفضل ماشيه متضايقه جدا، وفي الوقت ده جزمتها بتدخل في حته من البلاط. وقتها النافوره بتشتغل وبتتغرق ميه وبتقع على الارض، وحد يجي ينقذها طبعا مفيش غيره هو طاي اكيد. بنلاقي طاي وجين بتقول له انت ازاي جيت وازاي عرفت مكاني. بيقول لها انا كنت معدي ولقيتك، لكن الحقيقه انه لقاها منزله صوره على الانستجرام فيها بالونه طايره واستغرب هي هناك ليه، وراح يشوفها وجا في وقته وفضل شايلها وعمال يهزر معاها، وفضل شايلها لحد ما راح بيها الشركه. ورجع طاي للكافيه تاني يوم ولقى نامي بتكتب حاجه على السوشيال ميديا، واول ما شافته قفلت اللاب على طول وقال لها اوعي تكوني بتكتبي تعليقات وحشه على القهوه بتاعت الناس التانيه. وهزروا مع بعض وقالت له مستحيل يا عم انا مش بغير من الناس التانية، وعمر ما حد كان عدوي خالص. وفضلوا يهزروا كتير مع بعض وراحوا البيت. وتاني يوم راحت جين للشركة وبنعرف انهم قرروا يعملوا مسابقة عن اكتر قصة رومانسية متعلقة بيوم الاربع، علشان يعملوا ليهم تقديم للجواز على حساب الشركة، ويصوروا كل ده علشان يدعم المنتج بتاعهم. وفعلا في تعليق كسب وعجب الشركة كلها، والقصة عن واحدة قررت تسيب حبيبها يوم الاربع بسبب ورم في المخ وانها كانت هتعمل عملية خطيرة وهتموت، لكن رفضت تقوله. بس لما كانت بتتعالج فضلت تتخيل الايام اللي هيعيشوا فيها سوا، وده خلاها قوية وقدرت تكمل علاجها وترجع ليه من تاني. وطلعت كل ده هي نامي وكاتبة التعليق ده من ورا طاي، ومكانتش تعرف ان هي وطاي اللي هيكسبوا.
وعرفت جين بالموضوع، وتاي بيقول لها ما كنتش حابب اعمل كده ونامي هي السبب، لكن المديرة بتدخل وبتقول ان قصتهم جميلة جدا، وبتهدد جين ان لو التقديم للجواز ما مشاش كويس هتخسر شغلها. فبيضطر تاي إن يكمل في الموضوع علشان جين، وفعلا بيعملوا الحفلة اللي صورها التلفزيون كله وبتطلع في كل مكان طبعا، وبيطلبوا من جين إنها تقول كلمة للعروسين، وبتمسك المايك وبتقول لهم أتمنى إن حبكم يدوم للأبد وإنكم تفضلوا كويسين مع بعض دايما. وكان باين عليها جدا إنها هتعيط خلاص وقد إيه هي زعلانة. وطبعا بينتهي اليوم وجين قاعدة في المكتب لوحدها، وطبعا دماغها شغالة تفكير، وفضلت تتفرج على نفسها في الفيديو بتتمنى ان حبهم يدوم للأبد وبتعيط لأنها اكتشفت انها بتحب تاي ومش هتقدر تستغنى عنه. وفي نفس الوقت بيرجع تاي للكافيه وبيسأل نامي هي ليه عملت كل ده، وبتقوله لأنها عرفت انه هيسافر تاني وبيسيبها وانها محتاجة تكمل معاه علشان تكون قوية. وتاي بيواجهها بالحقيقة وبيقول لها اللي انت عملتيه ده غلط جدا على فكرة، مش سبب، علشان المشاعر لازم تكون طالعة من قلب الواحد، واللي عاوز يفضل مع حد لازم يكون حابب ده وحابب ان يكمل حياته معاه، مش علشان اي سبب تاني خالص على فكرة. واتضايق منها لانها كده كانت عايزة تفضل معاه مش اكتر، وتتمسك بيه لحد ما تخف وخلاص، مش علشان هي بتحبه. وكانت نامي عايزة تحضنه لكن هو بعدها عنه وسابها اصلا ومشي. وبيروح تاي تاني لجين وبيقرر ان يركب لها زي بيت صغير للكلب، بس جين انه بيتصرف بغرابة وهي بتستغرب كل تصرفاته، وانه بيودعها وفي حاجة هو مش عايز يخليها تعرفها، في حاجة هو مخبيها عليها، وهي ما عايزتش تقوله انها سابت خطيبها تاني. افتكرت الكوتشي اللي هي كانت جايبهوله، وبتجري جين تجيب الكوتشي وبتقوله ان ده هدية من ايام زمان، وبيفرح جدا جدا بيه وبيشكرها على كل حاجة كانت بينهم وعلى كل الأيام اللي قضوها سوا، وبيودعوا بعض وبيمشي. ومع مرور الأيام انتشر المنتج بتاع جين في السوق كله، ونزلت تتابع عمليات البيع اللي بتحصل في المولات، وطبعا كانت مبسوطة جدا. وفي مرة من ضمن المرات صدفة جاك اللي ارتبط أخيرا بمنة، وبيعرفها جاك إنه طايع يسافر لأمريكا تاني وميعاد رحلته النهاردة خلاص. فهنا بتتصدم جين وبتعرف ليه طريقته كانت متغيرة معاها يوم ما راح لها آخر مرة علشان يعمل لها البيت بتاع الكلب. وبتقرر تروح المطار بسرعة جدا علشان تودعه لآخر مرة، وبتفضل تجري كتير قوي بتدور عليه في كل حتة، وللأسف على عكس كل المسلسلات مش بيتقابلوا. وبيسافر طاي خلاص لأمريكا، وهي بتتضايق وبتقول أيامه بتعدي وبيعدي على الوقت ده سنة كاملة. وبنروح لجزيرة في المحيط بنلاقي الإكس بتاع جين وهو بيشرب قهوة وبرضه عمال يفتي فيها، محرمش من اليوم اللي كان عمال يفتي في قهوة ببندق وهو بيتكلم إنها سادة. مين بقى بيقفشه؟ طاي، وبيفضل يهزر معاه كتير جدا وبيقول له إيه جابك وجاي هنا تعمل إيه. وطاي بيسأله على علاقته بجين وبيقول له وصلتوا لحد فين في علاقتكم. قال له إنهم منفصلين من زمان جدا، وطبعا اللي كان خطيبها ده وهو بيحكي مصدوم ازاي جت منها هي المرة دي، واستغرب طاي ازاي ما يعرفش حاجة زي دي بالرغم انه عارف ان جين بتحبه جدا وبتحكي له كل حاجة. وبيتصدم لانه ما كانش يعرف كل الكلام ده، وبيقول بينه وبين نفسه ازاي جين ما حكتش الكلام ده اما راح لها اخر مرة. وبيرجع طاي للشركة وبيدور على جين، والكل بيقوله انها واخدة اجازة ومحدش يعرف مكانها خالص، لكن واحدة من الموظفين اللي كانت حبيبة الاكس بتقوله انها عارفة مكانها، وبتقوله ان جين راحت نفس الجبل اللي كله زهور في نفس الوقت اللي كانت فيه مع طاي قبل كده هناك. وبتقرر انها لازم تواجه العالم بقوة جدا. هنا في الجبل ده كلهم كابلز بس انا سترونج جدا، واول ما بيهجم عليها فوج الاحبة وبيجي نفس الهوا بتاع المرة اللي فاتت، بيجي بطلنا برضه بيلبسها الجاكيت بتاعه، وهنا بيكون وصلها اخيرا. وبتفضل تزعق كتير لطاي بتقوله كنت فين من بدري. قال لها مهتمية ليه يعني انا كنت فين؟ قالت له انا رنيت عليك كتير جدا، وكمان انا بصراحة كدبت عليك في حاجة. واعترفت اخيرا انها ما تقدرش تستغنى عنه ابدا، وهو بيعترف لها بحبه من زمان كمان، وهما بيعيشوا حياة سعيدة للأبد مع بعض. وبيخلص مسلسلنا لحد هنا.